صباح الخير او مساء الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو. هنعمل طريقة الكشري مع بعض ان شاء الله، يا رب تعجبكم. حطينا حلة مية على البوتاجاز، حطينا عليه شوية زيت، حبة ملح، ونغطيها. هنعمل بقى الطريقة ديت هتبقى مختلفة يعني في كتير بيعملها وفي كتير ما يعني الله اعلم ما حد يعني اللي يعملها بالطريقة بتاعتي ديت يا ريت يكتب لي في التعليقات. حطيت كده طاسة، حطيت فيها شوية زيت. عندي بقى كيلو مكرونة، هاخد منه حبة صغيرين، يعني قولي ربع كيلو ونسيب التلات ارباع. هنحمره. انا عايزه اللون بتاعه يبقى ذهبي فاتح، مش ده مش غامق. الطريقه ديت جميله جدا لطعم للكشري، بتخلي طعمه في حته تانية. يا ريت اللي بيتابعني وبيعملها زيي يقول لي في التعليقات اللون دوت اللي احنا عايزينه. بعد ما خلصنا التحمير كده هنركنهم في جنب. اللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي يا حبايبي. الزيت دوت طبعا احنا مش هنرميه، دوت هيبقى الوصفة الأساسية للكشري كله. هنستعمل الزيت في كل حاجة في الكشري. هي ده هو ده اللون الجميل، شوف لون ذهبي وجميل. دلوقتي معايا بصل مبشور متقطع كده شرايح، هننزل بيه في الزيت. الزيت يكون سخن، لا حاطه بقى عليه دقيق ولا حاطه عليه نشا ولا اي حاجه، هو زيت سخن ومتقطع البصل ونحط كده. وما تقلبيش كتير في البصل اول ما تحطيه علشان ما ينزلش منه ميه. احنا هنسيبه كده دقيقتين وهنفضل او هنقلبه. بصوا ما شاء الله، يا رب اللي بيعملوا بالطريقه دي تكتب لي في التعليقات، ويا رب يكون التصوير والكلام واضح لحضراتكم. نفضل نقلب كده، هو دوت اللون. هنشيل البصل بقى نصفيه في مكان تاني. بسم الله ما شاء الله. الزيت دوت زي ما قلت لكم هنكمل بيه بقيه الوصفه، مش هيترمي منه اي حاجه. صفي البصل كويس. دلوقتي بقى هندخل نعمل شويه رز ما شاء الله عسل من نفس الزيت اللي قلتلك عليه، مش هنرمي منه اي حاجه. هنحط كده حبه زيت، لو اتحط بالبصل منه مش مشكله. حبه زيت حلوين كده محترمين. معايا نص كيلو شعريه. وعلى فكرة انا كنت نقع العدس بقاله ساعتين، فلازم العدس يبقى مبلول قبل ما تعملي الوصفة بتاعتك وتشتغلي فيها. اقل حاجة ساعتين، ساعة ونص، عشان الحباية تبقى طرية. احنا مش هنسلق العدس، هنحطه كده بعد ما يتنقع. نفضل نقلب في الشعرية كده كويس عشان ما تتحرقش مننا. على بال ما الشعرية بقى تتحمر، عندي المية بتاعة المكرونة غليت. هنزل بالمكرونة اللي انا حمرتها والمكرونة اللي هي مش متحمرة. طبعا لو حد فيكم بيعمل الطريقة ديت يعرفني. المكرونة اللي متحمرة ديت بتاخد سوا شوية عن اللي مش متحمرة. هنقلبها تقلبتين ونروح نازلين بالمكرونة التانية. وخلي ايدك متابعة. نزلت بالمكرونة اللي هي بيضة على اللي هي متحمرة، وهنسيبها بقى ايه تستوي براحتها. يا ريت هنغطي بقى، نسيب المكرونه لحد ما تستوي براحتها. هندخل على الشعريه. دلوقتي الشعريه هي اتحمرت. معايا نص كيلو رز مغسول كويس قوي ومتنضف، ننزل عليه بالشعريه وهنفضل نقلبه بقى. بص بقى، حط التوابل اللي على كيفك. اللي انت انا بالنسبه ليا هحط اللهم صل على سيدنا محمد. هحط الملح واحط شويه فلفل اسمر، كمون، 7 بهارات، مكعب مرق الدجاج. شوحي الرز حلو قوي علشان ما يعجنش منك. لازم تقلبي الرز كويس ما يبقاش فيه ميه من تحت. دوت بقى ربع كيلو عدس اسمر منقوع من قبلها بساعه ونص زي ما قلت لكم او ساعتين. هنحطه عليه من غير ما يتسلق. وانا عين الميه بتاعت العدس مش هرميها، ده انا هحطها على الرز. هتديكي رز تحفه ما شاء الله.
حطيت بقى، نزلت بالملح والتوابل زي ما قلتلك اللي انت نفسك فيها. حط الملح الاول كده واقعد اقلب عشان اشوحه، وكمون، حبة فلفل اسمر. شوفي التوابل اللي على كيفك حطيها، بس انت عارفة الكشري ما بيحبش التوابل الكتير يعني علشان يبان الطعم بتاع الكشري. شوحت وقلبت. هنظبط دلوقتي المية بتاعت الرز. مش عايزة اقولك بقى الرز دوت طعمه في حتة تانية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طعمه في حتة تانية. انا هنسى دلوقتي وهغطيه، بس انا المفروض كنت ضفت حاجة وهتشوفوها دلوقتي. البصل اللي احنا حمرناه خدي منه حبة كده وحطيه على الرز. ما شاء الله هتدوقي شوية رز تاكلوهم لوحدهم كده. نزلت بالمكعب المرق الدجاج وقلبته. اللهم بارك، رز بقى ما شاء الله طعمه زي الفل. انا غطيت، نسيت احط البصل، افتكرته ورحت حطيته تاني. انا مرضتش اقطع المقطع دوت علشان تشوف. هنقلب وهنسيب بقى الرز، نغطي الرز ونسيبه يستوي براحته. نفس الزيت اللي معانا، مش اللي احنا قلنا مش هنرميه، هناخد منه حبة حلوين كده اهوت في حلة. ومعايا شفشق طماطم فريش هننزل بيه. كشري بيحب الطماطم الفريش، ما بيحبش الصلصة، تبقى الطماطم بتاعته كده لونها جميل فاتح. الصلصة بتخلي الكشري تقيل ولونه غامق. هنبتدي بقى نعمل الدقة بتاعه الكشري. معايا توم، الدقة دي اقسم بالله العظيم ما شاء الله هتودي الكشري برضو في حتة تانية خالص. دي التكات المفروض تعمليها للكشري ما شاء الله عليها، هتوديكي في مكان تاني، هتستطعمي فعلا طعم الكشري. انا نزلت بملح وكمون وكزبرة، وما تتفاجئيش خالص ان انا حطيت كزبرة، ومعلقة شطة، ومعايا بقى معلقة هريسة من بتاعة الشطة. وهنضرب الكلام الجميل ده كله مع بعض يدوي مش في الكبة. هننزل كده عليه بايدينا ما شاء الله اللهم صل على النبي. نبص بقى على الرز استوى، نديله تقليبه حلوه كده ما شاء الله اللهم بارك. بص الرز طعمه والله العظيم ثلاثة. انا عايزه اقول لكم ان الرز ده الكشري ده ما باتش اصلا في البيت، بيتاكل لو المكرونه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حتى لو عندك المكرونه خلصت وما كفتش، انت ممكن تاكليه لوحده كده بحبه صلصه. بص عندي الصلصه هنا كانت ايه غليت، خدت لها غلوه كده. هنزل بقى بمعلقه حلوه كده بنت ناس من الدقه اللي احنا عملناها دي، تركايه والله العظيم ثلاثة هتخلي الصلصه في حته تانية. وهنديلها تقليبه وهنغطي عليها تاخد مع نفسها. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. مش عايزه اقولك طعم الكشري دوت كان عامل ازاي. برضو هاخد من الدقه ديت بقى، هقسمها على جزئين. انا خدت حته في جنب كده، وهتشوفوا هنعمل ايه دلوقتي في بقيه الدقه دي. هنزل عليها بعصرتين ليمون، عندي ليمونتين 3 زي ما انت عايزه، وعندي بقى ايه حبه خل. بصي بقى الحركه اللي جايه ديت هتودي الدقه ديت في حته تانية. الصلصه كانت خدت كده غلوتين، هاخد منهم حبه على الدقه. بسم الله ما شاء الله. الدقه ديت كده عايزه تتحلل، لسه هتحط عليها ميه. والحته اللي انا قلت لكم هسيبها ديت حط عليها بقى شطه زي ما انت عايزه. الشطه ديت اختياري. ديت بالنسبه ليا الشطه هتبقى خفيفه، مش هتبقى تقيله على معده الولاد. غير لما بتحمريها، ما بتحمريها بتبقى حاميه قوي. هحط عليهم معلقتين صلصه وهنركنها في جنب. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. نغرف بقى الملك الكشري.
بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، كشري طعمه اقسم بالله العظيم. الدقه بس، الحبه الصلصه اللي انت هتحطيهم على الدقه دولت هيودولك الدقه والصلصه وال والشطه في حته تانية. نغرف بقى كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وحطي بقى زي ما انت عايزه، بصل كتير، صلصه زي ما انت عايزه. بسم الله ما شاء الله، الريحه كانت قلب البيت والله. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد، ولايك حلو كده يا قلب اختك لاختكم موريتاج. ويا رب يكون الفيديو عجبكم.